بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر التكوين ونبدأ في إصحاح 29. انتهى إصحاح 28 بحلم يعقوب أو سلم يعقوب، وشفنا يعني معاني خاصة بيعقوب ومعاني رمزية. قلنا أن ربنا في الوقت اللي يعقوب حاسس بذنب وحاسس انه مغضوب عليه ومتوقع انه الدنيا يعني هترد عليه باللي عمله في اخوه في ابوه، فوجئ بان ربنا يسوع بيظهر له بيقول له هكون معاك، ولم يعاتبه، ما قالوش انت كذاب ولا انت عملت، لانه كان حاسس بذنب فظيع. برضه عاوز أأكد على الفكرة دي. ربنا من طيبته لما يلاقي الواحد فينا مكسور ومتضايق من نفسه ما يوبخوش زيادة، بالعكس يشجعه ويأكد له الغفران. لما يلاقي الواحد فينا مستهتر ومش حاسس بغلطه يبدأ يوبخه عشان يعرف طريق التوبة. الابن الضال لما رجع بيت أبوه ما سمعناش ولا كلمة عتاب ولا كلمة لوم وتوبيخ على السنين اللي فاتت وعلى التجاوزات اللي اتعملت. خلاص هو فيه اللي مكفيه وحاسس بذنب فظيع. المرأة الخاطية لما بكت عند رجلين المسيح ما قالهاش ليه عملتي كده، ولا ما كانش المفروض توصلي لكده. خلاص شجعها وقال لها إيمانك خلصك ومدحها قدام الموجودين. عشان كده واحد من القديسين يقول لو تذكرنا خطايانا ينساها لنا الله، ولو نسينا خطايانا يذكرها لنا الله. فلو الواحد شايف عيوبه وشايف ضعفاته وحاسس بالذنب، ربنا يقدم له حب ويقدم له غفران ويقدم له تشجيع وكأنه ما حصلش حاجة. لما الواحد يتجاسر ويبقى شايف روحه يعني انه مش غلطان، يبتدي ربنا يشاور له على غلطه ويفوقه. فغالبا يعقوب كان في حالة نفسية سيئة لغاية ما شاف الحلم، وكان سعيد جدا بقى انه شاف المسيح وقال له هكون معاك وارجعك الى بيت ابيك وحيثما تذهب هكون معاك. فقام وقال له يا رب هتبقى الهي وكل ما تعطيني اعشره لك. فوعد بالصلاة ووعد بالعشور. انتوا عارفين احيانا الانسان لما يحصل لقاء روحي، يعني مثلا اسبوع الالام او ليلة راس السنة او يوم عيد ميلادك او يكون في تجربة جديدة وربنا فكها، تلاقي واحد يوعد كده، يوعد بوعود روحية. يا رب هكون معاك، يعني مثلا هصلي كل يوم صبح وليل وهطلع العشور مع واحد ما كانش بيطلع عشور. للأسف هنكتشف أن يعقوب لم يلتزم بالوعدين دول، لا بوعد الصلاة ولا بوعد العطاء، ودول وعدين مهمين أو تعهدات مهمة. عشان كده المزمور يقول تعهدات فمي باركها يا رب. يعني الواحد لما يقول تعهد في لحظة كده يعني انفعال، لما كانش ربنا يباركها ما تدومش. لو الواحد فينا شايف انه يقدر يعني يصلح الكون ويغير في نفسه، ان ما كانش فيه نعمة الكلام ده يطلع هوا ويلاقي نفسه ما فيش حاجة اتغيرت. ثم رفع يعقوب رجليه وذهب الى ارض بني المشرق. برضو قلنا ان سلم يعقوب اشارة الى تجسد المسيح او الى بطن العذراء اللي من خلالها المسيح جه بلادنا جه عالمنا، والملائكة اللي طالعة ونازلة إشارة إلى وحدة السماء والأرض عن طريق ربنا يسوع. في الوقت اللي فيه يعقوب على الأرض عامل خطايا، وكأن المسيح أتى ليرفع خطايا العالم أو يصلح ما خربه آدم وكل بني آدم. فيعني المعنى كان في رموز عميقة أن ربنا يسوع جاي يكون معنا ويتبنى مشاكلنا ويحلها ويرجعنا تاني السماء نطلع وياه على السلم. رفع يعقوب رجليه وذهب إلى أرض بني المشرق. هو في مشوار
من ناحية بيت أبوه لغاية بيت خاله، على اعتبار يأخذ زوجة أو يعيش بعيد عن عيسو لغاية ما عيسو يهدى. ونظر وإذا في الحقل بئر وهناك 3 قطعان غنم رابضة عنده. أول بركة حسها يعقوب أنه وصل ناحية بيت خاله بسلام. مرة دي مفيش حد معاه وكان ممكن يتعرض لمشاكل في السكة، وكأنها معجزة أنه وصل بالسلامة والمسافة مش قليلة بدون أي خسائر. فالمفروض أن يكون ده معية الله. للأسف أحيانا مواضيع تبدو شاقة أو واسعة أو كبيرة وبعدين تعدي والواحد ينسى يقول أشكرك يا رب، وينسى أنه في أول الموضوع كان الموضوع كبير وكان خايف منه وكان حاسس أنه مش هيمشي. يعني كتير منكم اتجوز مثلا، في بداية جوازكم كنتوا حاسين مأمورية الجواز دي موضوع كبير واتفاقات ومصاريف وبعدين اتجوزتوا ونسيتوا تشكروا ودخلتوا في الحياة، والمشوار الطويل الكبير اللي كنتوا حاسينه يمكن مش سهل ان الواحد يتممه تم على خير واتبلع واتنسى زيه زي غير. وهكذا واحد يبقى خايف ما يلاقيش شغل، بعدين يجي الشغل والبيت يتفتح ويبقى فيه خير. طب شكرت على المشوار ده؟ ما ربنا قال لك هكون معاك والمشوار ما كانش فعلا سهل، بس الواحد ساعات لما المشوار يخلص ينسى انه ده كان نعمة وان دي معية الله وان ده يعني كرم من ربنا هو ما يستهلوش. لكن الواحد بيتصور انه ما يحدث طبيعي، لا هو ما يحدث نعمة مش طبيعي، بدليل ان في ناس ما بتوصلش مشوارها او ما بتكملش المشوار. ويعقوب انت ما انتش احسن من حد، بالعكس انت يمكن اسوأ من ناس كتير. لكن يعقوب ابتدى ينسى على طول نعمة ربنا وسلم السماء والحلم اللي شافه والوعد اللي خده والتعهد اللي قاله، كل ده اتنسى في المأموريات الجديدة. ناس كتيرة تعيش في اللحظة اللي قدامها وتنسى تشكر على اللحظة اللي فاتت. قبل ما عينيك تتفتح على اللي جاي خليها مفتوحة على ايد ربنا في اللي فات. يعني قبل ما تدخل على موضوع جديد وتقول يا رب خلي بالك، طب ما هو الموضوع اللي فات ده انت ليه ما قلتلوش كتر خيرك يا رب؟ طيب موضوع ورا موضوع والعمر ما بيخلص مواضيع ومشاكل، وكل ما ندخل من حاجة يعني نطلع على حاجة. طب على الأقل الحاجة اللي تخلص تستاهل الحمد وتستاهل الشكر وتستاهل التأمل وتستاهل الرصد، ان الواحد يرصد احسانات الله. يعقوب بقى لو كان شخص روحاني كان قاعد يقول له رب الايام اللي عدت في الصحراء دي ما كانتش ممكن تعدي لولا انك كنت معي، وكان ممكن اموت واهلك زي اي واحد بتلدعه حية في الصحراء، وكان ممكن اتوه لاني اول مرة اروح السكة دي، انما انت كنت معايا حسب وعدك والرغم من كل اخطائي. نظر وإذا في الحقل بئر وهناك 3 قطعان غنم رابضة عندها، لأنهم كانوا من تلك البئر يسقون القطعان. وصل بقى للمنطقة اللي فيها لبان، والمنطقة دي عبارة فيها حقل وفيها بير، والقطعان الأغنام والرعاة بيجوا كده عند البير يشربوا المية ويسقوا الغنم. والحجر على فم البئر كان كبيرا. برضو لو تذكروا احنا بنقابل أبيار كتير، لأن في الزمن ده البير رمز للحياة. البير بير المية رمز للحياة، لأن المية هي اللي بتحيي الناس. والبير بتفكرنا دايما بكلمات المسيح له المجد: من يشرب من هذا الماء يعطش، من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا لن يعطش. وده اتقال على بئر يعقوب على فكرة، هي دي البير نفسها. المذكور في يوحنا 4 في حديث المسيح مع السامرية كان اسمه بئر يعقوب على باب السامر. فقال لها المية العادية دي ما بترويش وتشرب منها وتعطش تاني، المية بتاعتي تخلي الواحد شبعان ورويان ويفيض كمان. يعقوب أيضا يرمز للمسيح لأنه جد المسيح، والقطعان دي ترمز للأمم أو الشعوب اللي مستنية المية. ترى يعقوب يعمل ايه عشان يسقي؟ وهل هيسقي نفسه ولا يسقي القطعان؟ والحجر على فم البئر كان كبيرا. نفس التعبير ده تدور الأيام ونلاقيه على فم القبر. الحجر كان كبيرا، يعني في بعض الأمور
تبدو عويصة مستحيلة، لازم لها يعقوب الحقيقي ربنا يسوع، يعجز عنها الإنسان العادي. فكان يجتمع إلى هنا جميع القطحان فيدحرجون الحجر عن فم البئر ويسقون الغنم، ثم يردون الحجر على فم البئر إلى مكان. فقال لهم يا يعقوب يا إخوتي من أين أنتم؟ فقالوا نحن من حاران. قال لهم هل تعرفون لابان بن نحور؟ فقالوا نعرف. فقال لهم هل له سلامة؟ فقال له سلامة، وهو ذا رحيل ابنته آتية مع الغنم. فقال هو ذا النهار بعد طويل ليس وقت اجتماع المواشي، اسقوا الغنم واذهبوا وارعوا. فقالوا لا نقدر حتى تجتمع جميع القطعان ويدحرجوا الحجر عن فم البئر ثم نسقي الغنم. هنا يعقوب هيعمل ايه؟ يعقوب هيبقى هو الشخص كأنه المنتظر اللي هيسقيهم او اللي هيزق الحجر، والحجر دايما اشارة الى الموت، لان الموت معطل بهجة الناس وحياة الناس وراحة الناس. لابد ان يأتي من هو قوي ليدحرج لنا الحجر. المريمات وهم رايحين يوم الحد الصبح بيقولوا من يدحرج لنا الحجر؟ هم كبير على القلب، مين يشيل هم الموت والنكد والحزن والفشل والأمور الصعبة دي؟ فلقوا الحجر مدحرج، لأن المسيح له المجد قام الفجر الصبح، قام يوم الحد. فيعقوب هنا يرمز للمسيح اللي جاي بدون يعني توقع من الناس. في ناس كتيرة ما كانتش دليانة ان المسيح دخل عالمنا ليدحرج لنا الحجر، يعني يشيل الحمل التقيل اللي على قلب الناس كلها ويسقيهم المية الحلوة والمية الجديدة. ولما راح ناحية البئر وسأل على لابان، بتتكرر برضو القصة بشكل آخر زمان قبلها مثلا ب40 سنة، لما كان مطرحه لعازر الدمشقي، الراجل اللي رايح يخطب والدته لولد، يعني كان هياخد رفقة لإسحاق في مكان قريب. وبنفس الطريقة تطلع كانت رفقة بتجر الغنم وراها، زي ما دلوقتي قدامنا رحيل سحب الغنم وراها. برضو تلاحظوا ان قصص الكتاب مليانة معاني مكررة، يعني حكاية الرعاية والغنم دي كتيرة قوي، حكاية البير والمية، لأن المعاني دي تنصب كلها في الآخر على ربنا يسوع. ربنا يسوع هو مصدر الماء الحي، وربنا يسوع هو الراعي الصالح، وكل من يتشبه به يجد نصيبه معاه. كل من يتشبه به يجد نصيبه معاه. يعني رفقة دخلت وبقى لها نصيب في ربنا لأنها كانت ترعى غنم، ودي رحيل كانت ترعى غنم هيبقى لها نصيب في المسيح كمان. وداود كان راعي غنم له نصيب، وموسى النبي كان راعي غنم له نصيب، وبطرس ما كانش ليه في الرعي، انما المسيح يقول له ارعى خرافي بدل بتحبني. اذا كل اللي محاسس بمسؤولية على غيره، كل اللي امين في شغله، كل اللي سهران على غنمه، يعني بيبقى له نصيب في ربنا. ربنا بيكافئه انه ينتمي الى الرعية بتاعته. وإذ هو بعد يتكلم معهم أتت رحيل مع غنم أبيها لأنها كانت ترعى. فكان لما أبصر يعقوب رحيل بنت لابان خاله وغنم لابان خاله أن يعقوب تقدم ودحرج الحجر عن فم البئر وسقى غنم لابان خاله. وقبل يعقوب رحيل ورفع صوته وبكى. طبعا كونه يتقدم ويدحرج الحجر كأنه يعني يتخطى الحدود، أو عمل ما لا يتوقعه أحد، أو غير النظم في وقتها. كل ده إشارة للمسيح الآتي اللي هيدحرج الحجر ويدينا مية جديدة وحياة جديدة. وكونه سقى الغنم عموما دي معناها أنه حتى مش غنمه هو أو غنم خاله، القطعان الأخرى، يعني ربنا يسوع لم يأتي لليهود فقط، جاء عشان يسأل البشر كلهم لكل من يؤمن به. وقبل يعقوب رحيل ورفع صوته وبكى. وأخبر يعقوب رحيل أنه أخو أبيها وأنه ابن رفقة، فركضت وأخبرت أباه. كونه بكى يجوز لأنه ما كانش متصور اللحظة دي. ساعات الواحد يبقى متأثر جدا
من كتر القلق اللي عدى عليه. فكونه فوجئ انه فعلا شايف بنت خاله، وانه وصل للمرحلة اللي كان يتمناها، وان ربنا سهل له الطريق لغاية الدرجة دي بالنسبة له يعني كانت حاجة كبيرة، فبكى تأثرا. وعلى فكرة يعقوب بالرغم من أخطائه هو شخص بطبعه حساس، دموعه مش قليلة وهتبان في كذا قصة أخرى. بالرغم من أخطائه أنه هو طماع ساعات وأناني ويكذب، احنا لسه في مرحلة ما قبل التوبة يعني. لكن عموما هو شخص عاطفي، يعني ممكن يتأثر وينفعل بالناس، ودي حتة جميلة وهتخدم معاه بعد كده في مستقبل. قبل يعقوب رحيل ورفع صوته وبكى. إن كانت رحيل ترمز للكنيسة فتبقى قبلة يعقوب هي قبلة المسيح، أو هي وعد المسيح للكنيسة: أبواب الجحيم لن تقوى عليك. وعشان كده العروس في سفر النشيد تقول: فليقبلني بقبلات فمه. يعني في أباء من القديسين كانوا دايما يشوفوا الأمور بشكل رمزي. بعضكم يمكن يحس يقول يعقوب ما يستاهلش يرمز للمسيح، لسه إنسان عالمي. لكن الآباء بعينيهم الحلوة كانوا دايما شايفين المسيح في كل نص، ما بيقدروش يبصوا للقصة من غير المسيح. فتلاقوهم يقولوا: طب ما هو ده بيفكرنا بربنا يسوع اللي بيختار رحيل من على بعد وتبقى عروسته، وتبقى دي قبلة الاتفاق الأولاني على الملكوت. وأخبر يعقوب رحيل أنه أخو أبيها وأنه ابن رفقة، فركضت وأخبرت أبيها. هنا تلاحظوا بقى تعبير أخو في لغة الكتاب لا يعني أخ شقيق بالضرورة، لأن لو تذكروا إبراهيم لما لوط اختلف معاه قال له: ما نتخاصمش احنا اخوات، مع أن لوط ابن أخوه. وهنا النص بيقول أن يعقوب قال لرحيل: أنا أخو أبوك. أخو أبوك إزاي؟ لا، أنت مش أخوه، أنت ابن أخته. فهنا تلاحظوا قرابات الدرجة الأولى تسمى عموما كلمة أخ، لأن دي هتحل لنا إشكال مهم لما يجي حد يعترض على كلمة إخوة المسيح. تعبير جاي في العهد الجديد: ألسنا عارفين بإخوته؟ فيقولوا طالما المسيح له إخوات يبقى مريم أمه اتجوزت، أو يبقى يوسف عنده إخوات أو لا، هم مش فاهمين لغة الكتاب. كلمة إخوات عموما في لغة الكتاب قد لا تعني شقيق خالص، لأنها اتقالت مرة على ابن الأخ في حادثة لوط وإبراهيم، وبتتقال هنا على ابن الأخت بين لابان وبين يعقوب، وفي كل مرة اتقال احنا اخوات. فإذا اللفظة نفسها مش بالمعنى المصري دلوقتي، بالمعنى القديم بتاعهم تسري على كل أولاد العمومة وأولاد الخالة وكده. وعشان كده المفسرين قالوا إخوة المسيح هم أولاد خالته. أخبر يعقوب رحيل أنه أخو أبيها وأنه ابن رفقة، فركضت وأخبرت أباه. فكان حينما سمع لابان خبر يعقوب ابن أخته أنه ركض للقائه وعانقه وقبله وأتى به إلى بيته. فحدث لابان بجميع هذه الأمور، فقال له لابان: إنما أنت عظمي ولحمي. فأقام عنده شهرا من الزمان. خاله استضافه، كان فرحان بيه وقال له: أنت حتة مننا وابننا ونورتنا وكلام الحلو ده، وقعد عنده شهر. يبدو في عرف البلاد دي الضيافة شهر، بعد كده ايه تاكل بقى وتعمل بلقمتك، يعني ما ينفعش انك انت تفضل ضيف على طول، فلازم تمد ايدك شوي. ثم قال لابان ليعقوب: ألا أنك أخي تخدمني مجانا؟ ده زي اللي بيسبق، يعني يقول له هو أنت يعني عشان أخويا أستغلك؟ يعني هو ناوي شكله يستغله أو يخليه يشتغل عنده. فقال له: لا، احنا هنتفق، أنت هتاخد أجرة على شغلك معاي. لأنه لا، أن يعقوب ناوي يقعد. لا طبعا يعقوب مش جاي يقعد شهر، لأن شهر ما يكفيش أن عيسو يبرد، فهو لازم يقعد شوية أملا وعشما أن عيسو ينسى خالص الزعلة ويقدر يرجع بشكل أو بآخر. ألا أنك أخي تخدمني مجانا؟ أخبرني ما أجرتك. وبرضو الحق يقال القاعدة دي كويسة،
لأنه بعض الناس تستغل الأخوة أو القرابة، تستغلها في خدمات مجانية. يعني إيه؟ حلو أن الإخوات يخدموا بعض ويحبوا بعض، ما يبقاش بينهم فلوس، لكن لما يكون في طرف دائم الاستغلال وطرف دائم العطاء، يجي بعد شوية الدنيا إيه؟ شخص يتعب. أنت عمال تخدم طرف وأنت مستنزف يعني، وبالتالي لا، حتى في الحاجات دي يبقى في اتفاق ويبقى في أجر بأي درجة، عشان ما تبقاش القرابة بتستغل، لأن استغلال القرابة شيء يجرح المشاعر، والإنسان الحساس اللي عنده مبادئ يدي كل واحد حقه. فلابان يعني في الأول أظهر نوع من الأخلاق الحلوة وقال له لا، مش عشان أنت أخويا ولا ابن أختي يعني أنا استغلك، لا، نديك أجرك. شوف أنت تحب تاخد كام، أخبرني ما أجرتك. وكان للابان ابنتان، اسم الكبرى ليئة واسم الصغرى رحيل. هو شاف رحيل في الأول. وكانت عينا ليئة ضعيفتين، وأما رحيل فكانت حسنة الصورة وحسنة المنظر، وأحب يعقوب رحيل. الظاهر حبها من أول نظرة، زي إيه شباب اليومين دول، يعني من أول ما شافها عند البير وتعلق به. فقال أخدمك 7 سنين برحيل ابنتك الصغرى، عشان برضو الشباب يعرفوا ان الشبكة زمان ما كانتش قليلة. مرتب 7 سنين هيبقى ايه شبكة العروس، ففي ناس بتستخسر في اليومين دول. قال له 7 سنين شغل عشان اخد رحيل زوج. فقال لابان ان اعطيك اياها احسن من ان اعطيها لرجل اخر. الحقيقة الاجابة مش حلوة في رأيي، لانه يعني مش فرحان بيه، بيقول له يلا يعني زي اللي نخلص وخلاص، احسن ما تروح لواحد تاني، اقم عندي. فاصبحوا في حكم المخطوبين، ودي اطول خطوبة معروفة في الكتاب تقريبا، لانها هتمد مش 7 سنين، هتبقى 14 سنة، فطبعا تعتبر خطوبة طويلة. محدش من الشباب ياخد في يعني التدريب ده ولا الفكرة دي ويعتبرها فضيلة يعني. فخدم يعقوب برحيل 7 سنين، وكانت في عينيه كأيام قليلة بسبب محبته له. تعبير جميل ان يعقوب اتحرك في قلبه الحب فعلا، فالأيام جريت ليه؟ لأنه متصبر انه شايفها، ومتصبر ان دي حبيبته وهيتجوزها، فكانت أيام قليلة في عينيه. تعبير جميل. أحيانا تكون قسوة الأيام لا يخففها إلا الحب. معنى ده مهم أوي. ممكن واحد يكون مجرب بتجربة صعبة ويفضل يشكي، واحد في نفس الظروف أو في ظروف أقصى، وتلاقي الأيام بالنسبة له مش تقيلة على قلبه، متصبر وفرحان. ليه؟ عشان كله حب، بيحب ربنا. ولأنه بيحب ربنا قوي، مع أنه مريض أو مجرب أو مظلوم أو مسجون، يقول لك الأيام جريت دي هم تقيل. لا معلش، لأني كنت شبعان بربنا وبفكر في ربنا وبكلم ربنا وبصلي طول الوقت، هي جريت. الأيام تبقى تقيلة ومملة ومزعجة حين تخلو من الحب، والأيام تبقى خفيفة وسريعة حين تمتلئ بالحب. في واحد يقضي عمره كله حب للناس، كله خدمة للناس، فتلاقي عمره جري كده بشكل جميل، وحياته فيها متاعب لكن هو مبسوط، وأيامه كانها قليلة. في واحد تبقى عمره ماشي بالزق، واليوم نفسه طويل عليه ومش راضي يخلص اليوم. ليه؟ مفيش حب. طالما مفيش حب يبقى مفيش طعم، يبقى كل حاجة تقيلة. كانت في عينيه كأيام قليلة بسبب محبته له. ثم قال يعقوب للابان أعطيني امرأتي لأني أيامي قد كملت. طبعا بيحسبهم باليوم، فأول ما 7 سنين كملت قال له خلصنا الشبكة كده، عاوز مراتي، فأدخل عليه. فجمع لابان جميع أهل المكان وصنع وليمة. وكان في المساء أنه أخذ ليئة ابنته وأتى بها إليه.
فدخل عليها وأعطى لابان زلفة جارية لليئة ابنته جارية. كانت في عادة الشعوب يدوا الجارية هدية مع العروسة كأنها جزء من المقتنيات، في أيامهم كانت كده. وطبعا حركة ليئة دي كانت غريبة جدا، لكن يبدو ان بتبقى العرايس لابسة برقع، وبعدين الدنيا ضلمة بقى ومفيش كهرباء ونصيب كده وخلاص. وفي الصباح إذا هي ليئة، فقال للابان ما هذا الذي صنعت به؟ أليس براحيل خدمت عندك فلماذا خدعتني؟ بعض الآباء بفكرهم الرمزي اللي بيروح في المسيح يقولوا ليئة جت قبل راحيل. راحيل المحبوبة تمثل البشرية المحبوبة، أما ليئة اللي عينيها مقفولة تمثل مين؟ اليهود. اليهود شكلهم وحش وعينيهم ضعيفة، مش راضين يشوفوا المسيح، لكن يا عيني احتملهم فترة طويلة وكانوا نصيبه إلى أن ارتبط بالبشرية كلها أو بالأمم. فقال للابان ما هذا الذي صنعت به؟ التعبير اللي بيقوله يعقوب لخاله كأنه بيرن جواه تعبير أبوه ليه من كذا سنة. فاكرين لما إسحاق اكتشف أكيد قال له إيه يا ابن اللي انت عملته ده؟ أهو النهاردة دارت الأيام ويعقوب اتضحك عليه. يا يعقوب كنت بتضحك على أبوك وكنت بتضحك على أخوك، يلا بقى جه عليك الدور يضحك عليك. انت كنت ناصح وكنت شايف نفسك ما حدش يغلبك، لا في اللي أنصح منك، وادي أهل الدنيا ممكن يغشوك. فهنا اتضحك عليه واتضحك عليه في حاجة بالنسبة له، شوفوا 7 سنين مستني اليوم ده وطلعت الحكاية مزيفة. ما هذا الذي صنعت بي؟ أليس براحيل خدمت عندك فلماذا خدعتني؟ صدقوني قد تكون الإجابة الإلهية مش اللي هيقولها لابان، لأنك خدعت أبيك أو لأنك خدعت أخيك. هو بيقولوا لماذا خدعتني ومحموق قوي بقى ومتغاظ جدا وهيتخانق وعاوزين حد يوشوش يعقوب يقول له بالراحة بس وافتكر، هي دي تقل عن خديعة العدس ولا خديعة البركة ولا انت نسيت ولا حين يقع الإنسان في خطأ ما أو حد يغلط في حقه قبل ما ينفعل يصح يسأل نفسه هو أنا عملت نفس الغلطة دي قبل كده ولا لا؟ ممكن تلاقي واحد ظلمك أو جرحك أو أذاك أو كذب عليك، قبل ما تنفعل لحقك اسأل نفسك ما عملتش النوع ده مع حد انت قبل كده؟ ما خدعتش حد، ما ظلمتش حد، ما كذبتش على حد؟ ما يمكن ده ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. لو أنت متواضع تقول في بالك برضو أنا استاهل. اللي قالوا احنا نستاهل إخوات يوسف في آخر السفر، لما يوسف بقى كان في مصر وعامل رئيس وزراء وهم مش عارفين وعمال يشد عليهم ويضغط عليهم في الكلام وحابس أخوهم، فبصوا لبعض وقالوا ما احنا نستاهل، لأن أخونا زمان رميناه في البئر وما سمعناش لعياطه وصويته وقلبنا كان حجر، احنا نستاهل اللي بيجرى لنا. هو يوسف كان سامع ساعتها، لكن ساعتها على الأقل طلعوا بدرس كويس. لماذا خدعتني؟ لأنك خدعت غيرك قبل كده. فقال لابان لا يفعل هكذا في مكاننا. لابان تلاحظوا بقى بتاع الدنيا فبيتكلم لغة الدنيا، فالكذب عنده مش غريب عليه. فقال له لا احنا في بلادنا ما نجوزش الصغير قبل الكبير. طب ما قلتش كده ليه من الأول؟ ولما اتفقنا ما عرضتش عليا الموضوع ليه؟ لا ما هو الخداع ما يمشيش، لو عرضت عليك لازم أدبسك ما هذا الذي صنعت بي؟ أليس براحيل خدمت عندك؟ لماذا خدعتني؟ فقال لابان لا يفعل هكذا في مكاننا أن تعطى الصغيرة قبل البكر. أكمل أسبوع هذه. الظاهر تخفيفا في الكلام بدل ما يقولوا 7 سنين يسموها أسبوع. بيقولوا ما الأيام بتجري بسرعة، فعشان يسهل عليه
لكن هي لغة الكتاب برضو أحيانا تعتبر السنين أيام، لأنه لما تقروا سفر دانيال تلاقوا إيه كلمة الأسابيع يقصد بها سنين، أسابيع سنين مش أسابيع أيام. فيبدو برضو ده جزء من لغة هذا الجيل أو العهد القديم. أكمل أسبوع هذه فنعطيك تلك أيضا بالخدمة التي تخدمني أيضا 7 سنين أخرى. برضو هنا تلاحظوا حاجة، البنات هنا متغاظين من أبوهم شوية، لأن ده اللي هيبان بعد شوية، إن الأب مستنفع ومستفيد من جواز بناته. هو ما بيتكلفش حاجة، هو بياخد بس. الأب مستفيد من الجوازتين لأن يعقوب مجتهد، وهيبان بعد كده أن البركة كانت في إيديه ورجليه في شغله، وأنه غنم لابان تضاعف على إيديه، وهو بدل ما يدفع فلوس يعني بيجوز البنات. فهو الأب مستفيد مش غرمان حاجة. من أسوأ الأمور في التربية أن يرى الأطفال استغلال والديهم ليهم. للأسف في بلادنا أحيانا تحصل كده، تلاقي واحد يخلف عيال عشان يشتغلوا ويجيبوا له فلوس، تفكير صعب. أو أن واحد يكون عاوز يتكسب بطريقة أو بأخرى من وراء أولاده. دي بتخلي الأولاد عموما إن كانوا أولاد أو بنات ما يعرفوش يحبوا والديهم، لأن المفروض أن الوالدين يدوا مش ياخدوا، ما يبقوش بيستفيدوا من أولادهم، بيبقوا بيفيدوا عيالهم. وبرضه حتى الحتة النفسية أحيانا أم وأب يبقوا عاوزين يفتخروا بأولادهم وعاوزينهم في شكل معين جدا عشان يبقوا مجال لافتخارهم، يفتخروا بيهم. وده بيغيظ الشباب، لأنه حاسس أنه هو أنت بتستغلني نفسيا، ما تسيبني عيش حياتي، ليه أطلع نسخة منك، ليه أحقق حلمك أنت ما حققش حلمي أنا. فمهم قوي أن الوالدين يدوا ما ياخدوش، ويدوا بحب بأمانة. وده اللي قاله القديس بولس مع أنه ما كانش أب جسدي، قال ينبغي أن الوالدين ينفقون وينفقون. يعني إيه؟ وفي حتة تانية يقول يذخرون للأولاد وليس الأولاد للوالدين. يعني الأب هو اللي بيحوش لعياله ويدي، مش العيال اللي هتدي الوالدين. صحيح في مرحلة معينة من إكرام الوالدين المفروض رد الاعتبار، وإذا احتاجوا فلوس في مرض أو حاجة ولادهم ما يتأخروش عنهم أبدا، لكن البداية تبدأ من الكبار. القصة دي تورينا أنه لابان من الأخلاق البشرية العالمية اللي بالنسبة له البنات ده نوع من الاستثمار، وزي ما بيستثمر ويغش في شغله هو بيغش في بناته وبيبيع الكبيرة وبعدين يبيع الصغيرة، هو كسبان. هي بالنسبة له بيعة طالع منها بمكسب أكتر منها جواز طبعا. وبيعة إيه يعني كمان فيها جوازة البنات غير مكلفة بالنسبة له. ففعل يعقوب هكذا فأكمل أسبوع هذه فأعطاه رحيل ابنته زوجة له. برضو هنا يعقوب احتمل 14 سنة، وكان ده جزء من تأديب الله ليه، لأنه احنا اتفقنا ان يعقوب ويعيسو الاثنين مش كويسين في الأول، لكن يعقوب يقبل التأديب ويقبل التهذيب ويتوب. أما عيسو فلا يعتبر لأي تأديب ولا تهذيب، ودايما غضبان ودايما شايف نفسه وملوش في ربنا خالص. وهكذا نعرف أن آخر القصة يعقوب أصبح حبيب ربنا، أما عيسو فهلك باختيار. وأعطى لابان رحيل ابنته بلها جارية لها، فدخل على رحيل أيضا، وأحب أيضا رحيل أكثر من ليئة، وعاد فخدم عنده 7 سنين أخرى. طبعا بقى 7 سنين دي هيحوش لنفسه بقى، هيطلع له أجرة منها مفروض كده، لأنه خلاص 14 سنة كانت لحساب الجوازة، لكن بعد الجواز هيبتدي بقى مفروض يكون نفسه. ورأى الرب أن ليئة مكروهة ففتح رحمها، وأما رحيل فكانت عاقرا. تعبير جميل وغريب شوي. هل يا رب لما تلاقي واحد
مظلوم في حتة تعوضه بطريقة تاني يجوز، ما أبعد أحكامه عن الفحص. ليئة مش جميلة، وليئة للأسف حاسة أن جوزها مش بيحبها، وده إحساس صعب. وفي الزمن ده كان لسه شريعة الزوجة الواحدة مش واضحة كفاية، مع أن من أول سفر التكوين سمعنا القاعدة بتاعت إيه؟ يترك الرجل أبا وأمه ويلتصق بامرأته. ونوح كان عنده زوجة واحدة، وسام وحام ويافس. إنما ما كانتش الشريعة حاسمة زي ما هتيجي في مرحلة موسى وما بعد موسى. لكن هنا ليئة مظلومة، هي ما اختارتش شكلها ووشها، وكمان حاسة ان يعقوب بيحب اختها عنها. فمع هذا الحرمان ربنا عوضها بعيال. هل نقدر نقول القاعدة دي سارية في كل حاجة؟ الله أعلم، ما أبعد حكمتك يا رب. لكن في بعض الأمور بنشوفها كده، تلاقي ان واحد مثلا في الدنيا تعبان من حاجة وربنا معوض بحاجة تاني. يعني بعض ذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة نكتشف ان عندهم يعني عبقرية أو إبداعات زي اللي ربنا معوضهم بطريقة تانية. واحد يكون ظروفه قاسية في حاجة لكن ربنا معوضه بحاجة تانية، بذكاء، بنجاح. ده ساعات ربنا يعوض بأهل غير الأهل، يعني يبقى واحد محروم من أهله الطبيعيين، ربنا يعوضه بأهل غير جسديين، يعني يبقى إيه؟ ناس زي أهله. إذا ربنا له نظام كده أن ينظر للإنسان. لكن تلاحظوا وكأن القاعدة تعني أن محدش برضو عايش في الدنيا كسبان كل حاجة. ساعات في ناس تطلع بالمثل يقول لك إيه، محدش بياخدها يعني 24 قيراط. يعني لازم كل واحد عنده عطل في حاجة، عنده نقص في حاجة، عنده تعب في حاجة. طبيعة الحياة كده. الحياة على الأرض ما ينفعش تبقى كاملة، وإلا مش هنبص للسماء، مش هنفكر في الحياة الأبدية. تصوروا لو احنا على الأرض شبعانين ومبسوطين وفرحانين وما عندناش أي مشاكل والصحة تمام والناس مؤدبين حوالينا وكل حاجة كويسة، طب امال هنصلي ليه؟ وهنفكر في حياة أخرى ليه؟ هنمسك في دي ونقول دي احنا عاوزينها دي. إنما والحمد لله محدش مرتاح، كل واحد عنده همه، كل واحد عنده مشاكله، كل واحد عنده أوجاعه. وللأسف عدو الخير يخلينا نبص لبعض بصة مش مظبوطة. تبص لزميلك في الحتة اللي هو مرتاح فيها، ما انت مش واخد بالك انه عنده هم تاني في جانب آخر. يعني تصوروا ان لي أبصر رحيل، ما انت يا رحيل جوزك بيحبك، طب ما انت مش واخد بالك ان ما عندهاش عيال. او مثلا رحيل تبص ليئة، ما انت ربنا اداك عيال. ايوه، ما هي في ناحية اخرى دايما حاسة انها وحشة وانها مرفوضة وعندها نقص. اذا بلاش نقع في الغيرة، لان الغيرة دايما نظرة غير حقيقية او غير صادقة. اللي بيغير ده معناه ما شافش الصورة كاملة. الصورة الكاملة تخلي الواحد يعذر كل الناس ويقول كل الناس عندها اللي مكفيه، وكل واحد حياته فيها ما فيها. ويبقى الواحد بيحب الناس كلهم، ويمكن يشوف اللي عنده هو اللي كويس ويقول ده أنا أقل الناس عرضة للتجارب، ده في ناس تجاربها أصعب من كده كتير. يبقى نفس الظروف تخلي الواحد يتذمر ويغير، وتخلي واحد تاني في نفس الظروف يشكر ويسبح ويمجد ربنا ويحب الناس ويرحم الناس كلها. هي تعتمد على نظرتك. لو في إيمان هتشوف أن ربنا يعني حكيم في توزيعه للبركات وللمشاكل. ولو ما عندكش إيمان هتعتبر ربنا ظالم، وهتبقى شايف نفسك مظلوم، وهتبقى مش راضي عن حالك أبدا. رأى الرب أن ليئة مكروهة ففتح رحمه، وأما رحيل فكانت عاقرا، فحبلت ليئة وولدت ابنا ودعت اسمه رؤوبين، لأنها قالت أن الرب قد نظر إلى مزلتي. يبقى هي دايما عندها إحساس أنها مذلولة بسبب عدم حب جوزها ليها، وإحساسها أنها نظرها ضعيف وأنها مش جميلة. إنه الآن يحبني رجلي. برضو كان عندهم اعتقاد بشري أنه هتبقى محبوبة لأنها جابت عيال،
وما زال اعتقاد عند الستات كتير انها لن تكون محبوبة الا لو جابت العيال. وتلاحظوا دي باينة قوي في قصة ابو وام صمويل النبي، القانا وحنة. انه القانا بقى يقول لها مش انا كفاية عليك اكتر من 10 عيال. القانا كان راجل فاضل بيحب مراته وهي ما بتجيبش عيال، وبيحبها فعلا، فيعزيها ويقول لها يا ستي انت عاوزة العيال ليه؟ ما انا بحبك كده كده، مش عشان العيال، مش فارقين معايا، انا خير لك من 10 عيال. طبعا ده راجل فاضل لانه ماشي بفكر راقي ان الموضوع بالنسبة له مراته محبوبة عنده بغض النظر عن هتجيب ولا مش هتجيب عيال، الموضوع مش كده. لكن لتفكيرهم في الارض والورث واستثمار العيال، كل ده بيخليهم برضو ايه للأسف الفكر القديم ده يعني بيخلوا المحبة مشروطة. احنا ربنا مش بيحبنا بالشروط، ربنا بيحبنا بس من غير شروط كده. حتى لو احنا يعني غير مثمرين اهو بيحبنا لعلنا نثمر، لكن مش هيبطل يحبنا لاننا ما فيش ثمر في حياتنا. قالت الرب نظر الى مذلتي وانه الان يحبني رجلي، وحبلت ايضا وولدت ابنا، وقالت ان الرب سمع اني مكروهة فاعطاني هذا ايضا. تلاحظوا ان الفكر مسيطر عليها جدا، مفيش حاجة في دماغها غير انا مكروهة، انا مذلولة. حتى سمت العيال بناء على المعتقدات دي. وده اللي بنسميه صغر النفس، اللي مذكور في سفر الخروج عن شعب اسرائيل، يقولوا ما عرفوش يصدقوا موسى بسبب صغر النفس والعبودية القاسية. صغر النفس يعني واحد دايما مسيطر عليه فكرة انا محدش بيحبني، انا وحش، انا مش نافع في حاجة. وحتى لما يعمل انجاز بسرعة ينساه ويفضل تاني في نفس الدوامة، اصل انا وحش، انا مش نافع، انا ناقص، انا فاشل، انا الله. طب ما هو ربنا اداك اهو، وديك نجحت، وديك مشيت شويتين. مش راضي يطلع من الفكرة دي. صغر النفس متعب لانه بيخلي الانسان غير شاكر وغير راضي، ويخليه دايما طماع، ومهما اللي قدامه شجعه زي اللي ما بيستقبلش عاوز اكتر، ويقع في غيرة قاسية طبعا زي غيرة قايين من هابيل. ما هو قايين كان عنده صغر نفس، عبر عنه الكتاب بتعبير سقط وجهك. سقط وجهك يعني باصص في الارض ليه؟ ما انت كويس يا قايين، ما انا بحبك برضو زي اخوك، بس اشتغل شوية. صغر النفس ده لازم الواحد يحب ربنا، ملهاش حل غير انه الانسان يكتشف انه محبوب من ربنا. هنا مصيبة ابونا يعقوب بقى انه ما كانش ربنا في دماغه. طب يا يعقوب في 14 سنة كلمت زوجتيك عن ربنا؟ لا. بشرتهم بإله إبراهيم وإله إسحاق؟ لا. حكيت لهم حكاية السلم والمسيح الجميل اللي شفته ده والملائكة والوعد؟ غالبا لا. طب العيال اللي هتيجي دي ربتهم بالصلاة؟ لا. مفيش ربنا خالص في دماغه. وطبعا لابان أساسا معلمش بناته ربنا، فتلاحظوا ان البنتين دول بالرغم ان هم قرايب ابونا ابراهيم لكن ما فيش ريحة الصلاة في القصة. كلها قصص كأننا بنتفرج على فيلم من الافلام التركي بقى ولا الايه، فيلم من الحاجات اللي كلها قصص حب وقصص خناق وقصص. وهو ده فين ربنا في القصة؟ ربنا يا عيني مركون، ربنا بيدي لكن ما حدش بيديله حاجة. يعقوب لا بيقدر ربنا ولا بيشكره ولا شايفه في المسائل خالص، مش شايف ان ربنا معاه واداله سوء لقلبه والتزم بوعده، هو نسي. ولدت ابنا وقالت الرب سمع اني مكروهة فاعطاني هذا ايضا، فدعت اسمه شمعون. وحبلت ايضا وولدت ابنا وقالت الان هذه المرة يقترن بي رجلي. برضو ده معتقد. على ثالث ولدت قالت كده ايه، بس كده انا مش هيطلع من ايدي، يعني يقترن بي رجلي لاني ولدت له 3 بنين، لذلك دعي اسمه لاوي. لاوي اللي هو ابو الكهنوت اليهودي. وحبلت ايضا وولدت ابنا وقالت هذه المرة احمد الرب. اخيرا قالت اشكرك يا رب. اخيرا يجوز ابتدت تطلع من صغر النفس.
لأنها اللي يقول أشكرك يا رب يبقى غلب صغر النفس. اللي يبتدي يشوف ان ربنا مدي كتير ده معناه غلب الإحساس الوحش بتاع الغيرة والمقارنة والإحساس بأنه مرفوض وأنه مكروه وأنه مذلول. أخيرا سمت الرابع يهوذا يعني